بعد خسارة المنتخب المغربي نهائي كأس إفريقيا 2025، عاد الجدل بقوة حول مستقبل الناخب الوطني وليد الركراكي. هل يجب الاستمرار معه أم التفكير في تغيير الجهاز التقني؟ رغم عدم التتويج، يحسب للركراكي أنه قاد المنتخب إلى إنجازات تاريخية، أبرزها بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 ثم الوصول إلى نهائي كأس إفريقيا، وهو ما رفع سقف طموحات الجماهير المغربية بشكل كبير. أنصار الاستمرار يرون أن الحفاظ على الاستقرار التقني ضروري، خاصة مع اقتراب استحقاقات مهمة مثل تصفيات وكأس العالم 2026، ويعتبرون أن تغيير المدرب في هذا التوقيت قد يؤثر سلبا على المجموعة. في المقابل، يرى منتقد الركراكي أن بعض الاختيارات التقنية في النهائي كانت محل انتقاد، وأن المشروع الحالي قد يكون بلغ حدوده، مطالبين بضخ دماء جديدة وأفكار تكتيكية مختلفة. ويبقى القرار النهائي بيد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي ستقيم المرحلة لتحديد ما إذا كان الاستمرار هو الخيار الأنسب، أم أن المرحلة المقبلة تتطلب تغييرا في القيادة التقنية.